انت عارف انك بتشوف في يوم واحد نسخ مثالية من حياة ناس اكتر بكتير من اللي كان بيشوفهم جدك في حياته كلها؟ بنفتح الموبايل الصبح بنشوف واحد بيفطر في جزر المالديف، وواحد بيستلم ترقية، وواحدة لسه والدة وشكلها كأنها خارجة من جلسة تصوير. وفي نص كل ده بتبص انت لطبق الفول اللي قدامك وتحس ان في حاجة غلط، انك متأخر او ان حياتك باهتة. المشكلة يا صديقي اننا بنقارن كواليسنا بمسرح غيرنا، بنقارن يومنا العادي بخناقاته بكركبته بوشنا اللي لسه منفوخ من النوم بأفضل 15 ثانية في يوم حد تاني. السوشيال ميديا هي معرض لوحات مش واقع. مفيش حد بيتصور وهو بيعيط في المطبخ، ولو هو مديون، ولو هو بيحس بالوحدة. الكل بيصور اللحظة اللي تنفع تتصور. احنا بقينا بنعيش عشان نصور، مش بنصور علشان عشنا. طيب عارف ايه اللي بيحرق دمك فعلا؟ ان عينك ما بتشوفش اللي ناقصك وبس، دي بتشوف اللي فاكر انك تستحقه. ليه فلان جاب العربية دي وانا لأ؟ ليه فلانة اتخطبت وانا لأ؟ احنا دخلنا سباق ملوش حكم، كلنا فيه خسرانين، لان دايما في حد احلى، اغنى، انجح. لو فضلت تقيس طولك بمسطرة غيرك عمرك ما هتحس انك طويل كفاية. الرسالة اللي عايز اقولها لك النهاردة ان العادي بتاعك كفاية. انك تكون انسان بسيط بيسعى وبيغلط وبيحاول، ده انجاز في حد ذاته. مش لازم كل خروجة تبقى قصة ملهمة، ومش لازم كل وجبة بتاكلها تبقى لوحة فنية. على فكرة في جمال مرعب في التفاصيل المطفية، في كوباية الشاي اللي بتشربها وانت سارح، في ضحكة مع صاحب قديم من غير كاميرا، في انك تكون حقيقي مش مثالي. جرب النهاردة تفرق بين الإعجاب والحسد. اتبسط لغيرك بس من غير ما تصغر نفسك، وافتكر دايما إن الكادر اللي عاجبك ده وراه بني آدم عنده نصيبه من الوجع والتعب اللي مستحيل يطلعه في صورة. نظف الفيد بتاعك من أي حد بيخليك تحس إنك قليل. امشي مع الناس اللي شبهك، اللي بيغلطوا واللي بيشاركوا حقيقتهم مش مظهرهم. في النهاية عايز أقولك إن حياتك مش محتاجة فلتر علشان تبقى حلوة، هي محتاجة رضا. ركز في الكادر بتاعك انت، واهتم بتفاصيلك الصغيرة، وهتكتشف انك عايش حياة تستحق انها تتعايش مش بس تتشاف. عيشوا اللحظة بجد مش بالعدسة. أشوفكم الحلقة الجاية وانتوا أكتر رضا وأقل مقارنة. سلام.